اليوم ان شاء الله نحضر معكم كاطو بالشوكولا. ندوزو المقادير وطريقه تحضير لاجينواز. غنحتاج 5 البيضات، قبيصه ديال الملح، كاس سكر سنيده، كيس فاني. ونطرب الخليط مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. عاد كنزيد نص كاس ديال الزيت، كنزيد غير بشويه بشويه باش ما يهبطش ليا البيض. من بعد ما كملت الزيت غنزيد نص كاس ما بارد سوا بنفس الطريقه تنكملو كامل. هنا من بعد ما طربت مزيان كيولي الخليط على هذا الشكل. كنبدا نزيد الدقيق، عندي كاس ونص. كنبدا نزيد بشويه بشويه باش ما يهبطش ليا الخليط. عندي 14 غرام بودره الكاكاو، وكنخلط غير بشويه من التحت للفوق باش ما نهبطش الخليط. نزيد الدقيق اللي باقي ليا وصاشيت الخميره الحلويات فئه 8 غرام، وكنخلط بهذا الشكل. الخليط كيجي على هذا الشكل، وكنجيب صينيه الفرن كنفرش ليها ورق الزبده وكنوزع عليها الخليط. وكندخلو الفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة. لاجينوازية طابت. من بعد ما خرجتها من الفرن نخليها على جنب وندوز باش نوجد معكم كريم شونتيي. كنحتاج كاس ونص حليب يكون بارد، وعندي كاس كريم شونتيي، عندي 3 الفرماجات مربعين، وكنطرب الخليط كيتضاعف الحجم ديالو. والكريمه هي وجدات وندوزو باش نزينو الكاطو. قطعت لاجينواز ل3 القطع. كندير القطعه الاولى وكنسقيها بالحليب، كندير طبقه ديال الكريم شونتيي وكنوزعها بهذا الشكل باش كيجيوني طبقات، طبقه ديال لاجينواز وطبقه ديال الكريم شونتيي. وكنستمر بنفس الطريقه. كندير القطعه الثانيه كنسقيها بالحليب، طبقه ديال الكريم شونتيي، ونستمر بنفس الطريقه تنكمل القطع اللي عندي ديال لاجينواز كامله. كنجيب الكريم شونتيي وكنوزع على الوجه ديال الكاطو كامل بهذه الطريقه. كنغطيه بلاستيك غذائي وكندخل 4 ساعات المجمد. هنا من بعد ما دازت 4 ساعات نحيد المول باش نغطيها من الجوانب. من بعد ما كملت غندوز باش ندير ليها كلاصاج احتاجيت فيه كاس سكر، كاس ماء، نص كاس زيت، وجوج ديال المعالق بودرة الكاكاو، وكنخليهم يغليو مزيان حتى الكلاصاج كيعقد، ونخليو حتى كيدفى شويه عاد باش كنخدمو به. خويته على الوجه ديال الكاطو وكنوزعو على الوجه ديال الكاطو وكنخليه يهبط مع الجناب باش يغطي ليا الكاطو كامل. وندوزو للزين. الزين كيبقى اختياري. انا زينتها بهاد الوريقات ديال الشكلاط والكريم شونتيي زدت عليه بودرة الكاكاو وزينتها بهاد الطريقه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش بابوني، بارطاج ولايك للفيديو.